السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخواني، هنايا غادي نديرو لي مادلين صغار او سبوفي او كيكات صغار فرديين. انا عباره هنايا كي شفتوا هما كيجيو هشاش بحال سبوفي تماما بحال الزنقه، والمقادير بساط وكتوجد كاملاش 20 في التوجاد، ما كاملاش 10 دقائق، والطياب حسب الفران من 15 ل 20 دقيقة في الفران. هنا على بركة الله. هنايا غادي نوريكم، نقول لكم المقادير وفي نفس الوقت غنوجدوها. هنا ناخذ 3 بيضات كبارات، الا كان البيض صغير كنديرو 4. هنا كاس صغير ديال السنيده كنضربوهم جيدا، واحد القرصه ديال الملح باش يعادل باش يقاد الذوق. كنضربوهم مزيان كتولي خليط مرغي. هنا كنزيدو الزيت الروميه او الزيت الزيتون اللي بغيتي. انا درت الزيت الروميه، كنديرو هكا شويه باش الخليط يطلع لنا مزيان. نضربوه حتى الخليط يولي مرغوي مزيان. من بعد هنايا ما ضربنا الخليط ولا لينا هكايا مرغوي وابيض، نزيدو واحد الياغورت. انا زدت واحد الياغورت ديال الحامض، لاني غادي ندير نكهه الحامض، غادي حتى القشور ديال الحامض نحط هنايا الحامض. انا غادي نخلطو مزيان. انا غادي نزيدو واحد 10 ديال الخل، ان الخل كيطري، كيولي عندنا كيكطري وكيخلي اللون ديالو هكا، يعني كيبان مزيان. جربوا الخل، راه خطير الخل، داير بحال منكه، بحال محسن للكيك. هنا درنا كاس ديال الدقيق، وغادي نديرو 2 ساشيات ديال خميره ديال الحلويات، واحد ساشي ديال الفاني. هنا تقريبا الدقيق هز ليا كيسه لاروب ديال العنبه، ولكن نتوما الخليط عندكم ميزانكم. هنا درنا قشره ديال الحامض. انا الحامض هنايا ملي كنعصرو وكنسالي منه ما كنلوحوش، كنحيد ديال القشره ديالو عاد كنرميه. هنا غادي نخلطوا داك الكاس الاول جيدا مع ديك الخميره والفاني وقشره الحامض. هنا حسب الرغبه، بغيتو ديروا قشره الليمون ديروها، بغيتو تكتفيو غير بالفاني اكتفيو به. هنا الخليط باقي عندنا خفيف، غنزيدو كاس ثاني كيكون ما يعادل 2 كيسان لاروب، يعني 2 كيسان كاس ديال العنبه عامر، وكاس ثاني خاصو شويه باش يعمر، ولكن راه كتشوفوا على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشرب، حسب الجوده ديال الدقيق. هنا كنضربوا مزيان الخليط. عارفين نتوما الخليط ديالكم كيكون كيفاش كيكون، ما ثقيل ما خفيف، كيكون هكا متوسط شاد راسو. المهم كنبقاو متواصلين في الخليط جيدا، ومن بعد ملي غادي يعني نحسو بها يعني ضربات مزيان. شوف الخليط كي داير. حيت ما مسالياش ومن بعد عاد نرجع ليه، مي هو راه كنخدموا كيطيبوا. انا حيت ما غاديش نكون، غادي نخليه واحد الساعه، الا مشيت فيه البروده عاد نطيبو. اللي ما عندوش فوي يعني نضرب داك البيض في ميكسور مزيان، ماكينه ديال العصير مزيان حتى كيسالي وكيخوي الدقيق وكيطلع ويهبط من التحت للفوق. ساعه في الثلاجه، ومن بعد نديرو في هادو صغار. هنا انا نديرو في هاد القوالب، ولكن ما بقيتش درتهم في هادو، درتهم في هذوك الكاريين، ودرت لهم داك حبيبات ديال الشوكولا ديال الكوكيز ولحتهم عليها، يعني ما كنعمروش هنا ديك القويطات بزاف. وهنايا من بعد ما طابت شاكي جات، اقسم بالله الا جات رطبه وما غادي ديك الحامض عطاها تماما بحال الزنقه. وهنا ها هي يعني هاد المقادير كيخرجوا 15 حبه. انا غادي نحلها معكم باش تشوفوها. هذا الكوتي ديال الاطفال المدرسه وخفيفه، شفتوها كتجي رطبه بزاف، شاكي رطبه. نوريها لكم. درنا الا ما بغيتو، الا ما درتوش دانون نديرو كاس الحليب. انا حيت شاده التليفون هنا بايد وحده، من بعد انا حطيته باش نوريكم كيفاش جات.
شتيو نحاول نصور لكم الفيديو. خوتي الا عجبكم الفيديو ديروا لي اللايك، ديروا ابوني باش يوصلكم جديد، وشكرا. وهذا ليس امرا بل هو فضلا شاكيجات من داخل، وتبارك الله عليكم وشكرا. شاكيجات ديروا اللايك، هذا ديروا اللايك فضلا وليس امرا، وتعاونوا معايا باش نطلع القناه، وشكرا.